ونيجي لاخر مسرحيتين واللي يعتبر هما في نفس المقام، مش هنقدر نحط واحدة فوق التانية، هي مسرحية العيال كبرت ومسرحية مدرسة المشاغبين. المسرحيتين الوحيدين اللي ما ينفعش يعدي عيد غير لما تلاقي اي قناه مشغلاهم. انت حرفيا مسرحيه العيال كبرت هتلاقي كل القنوات مشغلاها كده، انت ممكن تخلص المسرحيه دي هنا تلاقي شغاله هنا، تخلص المسرحيه هنا تلاقي شغاله هنا. مسرحيه العيال كبرت من اجمل المسرحيات في العالم. المسرحيه ديت يعني لو انا براهن ان استحاله استحاله جيل يجي ما يعرفهاش، ما ينفعش. المسرحيه دي هتفضل تتعرض يعني لحد ما فيش، لا هتتعرض. مسرحية مدرسة المشاغبين تعتبر بنت عمها يعني أو أختها. هي مسرحية برضو استحالة برضو يروح عليها. شخصية بهجت الأباصيري لعادل إمام بقى، ومن برضو المسرحيات اللي مش هتتكرر ومحدش يعرف يعملها تاني. ولما مدرسة المشاغبين اتعملت فيلم كان حلو، بس طبعا ما يجيش نص المسرحية. أنا ما قلتش إن الفيلم وحش، لأ الفيلم حلو وجميل ومضحك وكل حاجة، لكن برضو مش بنفس ضحك المسرحية، استحالة تيجي زيه.